السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم. النهاردة الجمعة وحبيت اطلع معاكم فيديو النهاردة على اساس النهاردة الجمعة. معظم السيدات بيبقى اخر الاسبوع وبالنسبة لهم خلاص بقى يعني وانهكوا طول الاسبوع، فعايزين يعملوا شوية ريلاكس ويعملوا شوية اهتمام بالنفس شوية. النهاردة جاي لكم في موضوع ممكن يكون شوية يعني في حتة خجل لبعض الناس، بس المفروض ان ده هو فيديو للستات بس. فيعني لو اي راجل بيتفرج فما تتفرجش عشان دي حاجه خاصه بالستات بس. المهم انا كنت عايزه اكلمكم النهارده عن العنايه الشخصيه بالمراه، او العنايه بالاماكن اللي بنقول عليها الاماكن الحساسه، في حين ان الجسم كله اصلا اماكن حساسه. والنهارده عندي بعض يعني معلومات كده عايزه اشارككم فيها، ممكن للي يعرفها او اللي ما يعرفهاش. بعض حاجات لازم تهتمي بيها ولازم تكون عندك في البيت علشان تهتمي بنظافتك الشخصيه. اهم حاجه عايزين نركز عليها ان العنايه الشخصيه بتبدا من الصغر. يعني انت بتعلميها لبنتك من وهي صغيره، من وهي بنوته لسه. دي حاجات بنتعود عليها، ومع يعني لما بتكبر في السن يعني بتروح لمرحله تانية، يعني هي بتمشي مرحله مرحله. وانت المفروض يعني بتتابعيها في المواضيع دي، بالذات في النظافه الشخصيه، وبالذات في كل ما يخص العنايه بالجسم والمناطق الخاصه. مش هنقول مناطق الحساسه، المناطق الخاصه زي ما احنا بنقول عليها هنا زونا انتيما، يعني منطقه خاصه مش منطقه حساسه. هنا مش بيقولوا عليها منطقه حساسه، بيقولوا عليها منطقه خاصه. طيب مبدئيا عشان نهتم بالموضوع ده لازم تعودي بنتك من صغرها. انا هبدا من البنوته لحد ما نبدا لست كبيره. البنوته الصغيره لازم تتعود ان هي الصبح لازم اول ما تقوم من النوم لازم تعمل البيديه. والبيديه كمان بتعمل الصبح وبالليل، تمام. البدايه تعمل الصبح وبالليل، وعلى اساسه بعد ما تعمل بالبدايه ما بتغسلش بميه وصابون. الصابون ما تقربوش خالص من المناطق اللي هي قلنا عليها خاصه، عشان بيبقى فيه كيماويات وحاجات زي كده. في حاجات مخصوصه للعنايه بالمنطقه دي، وفي منها بعض منتجات كتير. فانا هذكر على سبيل المثال المنتجات اللي ممكن الناس اللي عايشه في ايطاليا او في اي بلد اوروبي يلاقوها، وممكن كمان بعض المنتجات دي يكون في مصر بس على اختلاف الاسامي. فعامه في اشكال وانواع كتير جدا للصابون انتيمو، او الصابون الديترسيفو، يعني ديترسيفو ديترجنتي سكوزاتي. ديترجنتي اللي هو بيستعمل ديترجنتي يعني منظف بالايطالي. ديترجنتي بيستعمل في المناطق دي. من ضمن الماركات اللي ممكن تستعمل في العنايه. دي ماركه اسمها ناوتروميد. والماركه دي حتى اسعارها معقوله، كمان بتتلاقوها في السوبر ماركت، واحيانا بيعملوا عليها عروض كتير. ودي يعني مخصوصه كمان اتسيوني بروتيتيفا. وبيبقى في حاجات كتير قوي. دايما لما تلاقوا عليها ان الديترجنت ده يعني كلينيكامنتي تستاتو، يعني اتعمل عليه تجارب وحاجات كتير عشان خاطر يوصل ان هو يروح ليد المستهلك. فممكن البنات الصغيره تخلوها تستعمل حاجات زي كده، وتبقى يتغسل بيه بدل الصابون. ما تستعملوش بالصابون عادي، لا لا، لان في حاجات مخصوصه للاماكن دي. فدي من ضمن الخيارات اللي ممكن تجيبوها وسعره مش غالي. يعني ممكن نلاقي حاجات تانية كمان، ودي من الحاجات اللي مشهورة جدا، وممكن معظمكم يكون اشتراها. ماركة شيلي او كيلي على حسب ما بتتنطق. عموما الماركه دي من الماركات النظيفه جدا اللي ممكن تستعمل برضو في العنايه بالمنطقه دي. وفي منها كذا نوع. ده إيريزاسيون. يعني مثلا دي لينيتيفا سوافي. دي هي فورمولا جديده معموله للحاجات يعني للبشره الحساسه، بر موشي سنسيبile. فدي مثلا الحاجه الحساسه اللي هي لونها روزه كده. اي حاجه لونها روزه تعرفوا انها يعني للبشره الحساسه او اللي بتتحسس بسرعه من المنتجات. في نوع تاني اللي هو النوع الاخضر دوت، وده معظم الناس بيحبذوه لان هو فيه شويه حاجه زي النعناع كده. هو رينفريسكانتي وانتي اودور. رينفريسكانتي يعني ملطف كده وحلو، وانتي اودور ان هو ضد الروايح. وده معظم الناس بيفضلوه اللي هو الاخضر ده من ماركه كيلي او تشيلي. آه، انا بوديكم بعض الخيارات اللي ممكن تكونوا مثلا قدامكم مش عارفينها، بس عن تجربه ناس كتير قوي شكرت فيه. هنيجي بقى النوع يعني ممكن يكون اغلى شويه، حاجه بسيطه، بس ده معروف كمان الطلاينة بيستعملوه كتير، وهو السوجيلا.
السوجيلا بتيجي بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، ممكن تتباع لوحدها، ده كان عرض خاص عاملين عليه كمان الديسبنسر بتاع الصابون اللي تقدروا تحطوه فيها، وممكن تستعملوا دايركت من الازازه مش مشكله، بس ده هتلاقوه في الفارماتشيه وحلو جدا وامن كمان، وفي منه تقدروا تستعملوه يعني في منه لكل الجسم كمان. هو غالبا هو ده ديترجنت بازي دي سالفيا. حاطين كمان فيه سالفيا، ورقه السالفيا اللي احنا بنحطها في الاكل وكده. وممكن ده برجيني انتيما كوتيديانا انيتا فيرتيلا، يعني ممكن كمان يستعمل في اللي هو السن بتاعنا احنا، اللي هو الثلاثينات والاربعينات وكده، او العشرينات، من بدايه العشرينات يعني. وبريجيني دي توتو الكوربو، يعني ممكن كمان يستعمل للجسم كله مش للزونه انتيما بس. ده من ضمن الحاجات الامنه برضو اللي انتم ممكن تقدروا تستعملوها. فده بالنسبه للغسيل المنطقه الحساسه، او زي ما بيسموها الحساسه، بس هي منطقه خاصه. المهم بعد ما بتغسل المنطقه الخاصه باي برودكت من اللي انتوا شفتوه، او اي حتى برودكت عندكم، لازم تتنشف كويس بفوطه قطن، بس الفوطه ما تكونش موجوده في الحمام، زي ما احنا ما بنشفش وشنا كده فوطه في الحمام يعني. وده انا هقول لكم عليه بعدين في فيديوهات جايه ان شاء الله. لازم لما البنوته تعمل البيديه لازم تنشف المنطقه كويس جدا بفوطه قطن، ما تكونش في الحمام، تتجاب نظيفه من بره. وبعد ما تنشف لازم تلبس سليب قطن، بلاش السليبات اللي هي بتبقى، او الاندرات اللي هي بتبقى كلها ميكروفيبرا او عامله زي البلاستيك او مش قطن. اهم حاجه تكون قطن، دي اهم حاجه. ده بالنسبه والكلام ده طبعا الصبح وبالليل المفروض العنايه بالمنطقه دي، البيديه بيتعمل الصبح وبالليل. بعد كده لو جينا ان البنت في فتره مثلا خلاص بلوغ 12 13 سنه، المفروض خلاص بتبتدي ان احنا طبعا بنلاحظ التغيرات الفسيولوجيه في جسمهم. كلنا عارفين ايه التغيرات الفسيولوجيه اللي بتحصل. ظهور مثلا الشعر في بعض اماكن، يعني بقيه الحاجات اللي انتوا عارفينها ان هي كنا انا اكلمكم فيها يعني. المهم ان انتوا بتعودوا دايما البنوته انها تنظف تحت بطها، وانها دايما ما يكونش في شعر، لان الشعر هو اللي بيعمل ريحه، فدايما انضفها تحت الباط. وطبعا تستعمل السبراي اللي هو ديودورانت. لو انتوا عندكم اي نوع، انا مش هوريكم انواع معينه، اي نوع ديودورانت لازم تستعمله. المهم لو الموضوع كتير، الشعر كتير، لازم يشيل عشان هو ده اللي بيعمل الريحه. فكره ان لا ما ينفعش تشيلي الشعر اصل انت لسه صغيره، ما ينفعش، هي لازم تتعود على النظافه من صغرها. فكره ان احنا لما تعودنا واحنا صغيرين ان انت البنت ما تعملش مثلا سويت ولا تعمل اي حاجه في جسمها الا ما تتجوز، دي فكره غلط خالص. دي كلها حاجات نظافه شخصيه، يعني لازم البنت تتعود عليها من اول ما تبتدي تبلغ. وبالتالي كمان مش الشعر اللي تحت الباط بس، لكن كمان الشعر اللي ممكن يطلع في الاماكن الحساسه. ف كل ده بيساعد على ان المنطقه دايما تبقى نظيفه يعني مش ما فيهاش مجال لنمو البكتيريا اللي هي بالتالي بتؤدي للروائح اللي مش كويسه. بس كده. فده بالنسبه للبنات. اول ما بيبتدوا يبلغوا كده لازم يبتدوا يعرفوا ان هم لازم يستعملوا حاجه اسمها سالفا سليب. سالفا سليب دي اللي هي زي الحفاضات الصغيره اللي هي بتتحط في السليب عشان تحفظه لو في اي مثلا بيردتا او افرازات او اي حاجه. البنوته لازم تحطها، وتبقى فيها اشكال كتير. دي الحاجات الصغيره اللي هي تسكابل اللي هي ممكن تتحط في الشنطه، تمام. وفي انواع تانية اللي هي ممكن تبقى يعني سايبه كده زي دي كده اهي. ودي بتبقى ممكن تستعمل في البيت. دي انا جايبه لكم ماركتين، ماركه بتاعه الليدل اللي دي هتلاقوها في منها احجام. انا جايبه الحجم يعتبر النورمال، وبيبقى شكلها كده اهي. دي الفوطه الصغننه خالص اللي هي بتاعت كل يوم، ودي اسمها سالفا سليب. فلازم بتتحط علشان خاطر ما يبقاش فيه لو في افرازات او اي حاجه السليب يبقى نظيف ويبقى ما فيش ريحه وحشه. وبتتبدل كل ساعتين او ثلاثه المفروض، عشان خاطر ما يبقاش فيه اي ريحه مش لطيفه يعني. فلو انت في البيت خلي عندك دي اللي هي بتبقى مفتوحه، تمام. خليها دايما مقفوله كده عشان خاطر لازم تكون يعني نظيفه. يا اما لو انت بره هتجيبي النوع اللي زي ده اللي بيبقى محطوط في قلب ورقه وبتخليه في الشنطه، عشان لو كل ما تتاح الفرصه ليكي يعني ان انت تبدليها. دي ماركه الليدل هتلاقوها ومش غاليه. وفي مصر اعتقد في كمان ماركات كتير نزلت، ومن اهمها الماركه بتاعت كارفري. كارفري دي بصراحه منتج ممتاز جدا 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 من المنتجات النظيفه اللي ممكن تستعملوها. وده الماكسي.
الماكسي بلوس، وبرده بينزل عليه اسعار كتيره واوفرتات كتيره، تقدروا تجيبوه. ده بالنسبه للسيدات اللي هم الكبار اللي في سننا دول، تستعمليهم. اللي يسري على البنوت اللي انا قلت لك نفس الحاجه الست الكبيره هتعملها، البيديه الصبح وبالليل، ولازم المنشف المناطق دي كويس جدا. وسليب اكيد لازم يكون قطن، والسالفا سليب. تمام، السالفا سليب لازم لازم لازم، عشان كلنا عارفين ان ممكن يكون في مثلا بيرد او حاجات زي كده. بيرد ده يعني افرازات، فعشان نحافظ على المنطقه دايما نظيفه واشوطه او ناشفه لازم يكون في السالفا سليب. في اوقات معينه من الشهر لازم كلنا هنستعمل اللي هي السوربنتي او الحفاضات الصحيه او الفوط الصحيه زي ما بنقولها. وخلينا دايما نروح على حاجه تكون نظيفه، ومن انظف الحاجات اللي موجوده هنا في ايطاليا او في اوروبا عامه ماركه لينس بلو. مش بلو يا ربي، فيولا هي. لينس ايديا سوتيله، هي دي حاجه بتبقى حفاظه، بتبقى رفيعه شويه، وفي منها كمان بالليل. انا برضه هوريه لكم. دي الحفاضه اللي هي بتبقى ممكن للنهار لكل شويه، بس دي على فكره خدوا بالكم انها بتستخدم كل ساعتين، لازم تبدليها كل ساعتين، كل ساعتين لازم لازم لازم. ماكسيمم 3 ساعات لازم تتبدل الحفاضه ويتحط واحده غيرها، عشان وجود الحفاضه مش نظيفه في الاماكن دي بالذات، اولا بيعمل ريحه مش كويسه، وبالذات احنا داخلين على فصل الصيف. وثالثا ممكن كمان يسود المنطقه، واحنا اساسا عايزين نخلي المنطقه دي نظيفه ويعني فاتحه، جلدها فاتح مش دايما غامقه. هقول لكم الغمقان ده برضو بيجي منين. فالحفاضات اهم حاجه زي ما قلت لكم لازم تتبدل كل ساعتين يا اما 3 على حسب الفلوس بتاع البرد ده يعني، او على حسب ما لو في سائل كتير بينزل اثناء الشهر يعني، فلازم تتبدل. بالليل في نوع تاني هوريه لكم كمان شويه، فثواني هجيبه لكم واوريه لكم. انا جيت اهو، جبت لكم الحفاضه اللي هي بتاعت بالليل، ودي من نفس الماركه برضو بس بتبقى كبيره شويه علشان الفردة بالليل بتكون اكتر. هي من نفس الماركه، لان بصراحه هي دي الماركه الوحيده اللي فعلا حسيتها نظيفه جدا، واكيد معظمكم بتشوفوها، اللي هي لينس سيتا اولترا. دي هتلاقوها برضو في ايطاليا، اعتقد برضو في مصر موجوده. عايزه انبه على حاجه، دايما لما تيجوا تشتروا الحفاضات بصوا على النقط اللي بتبقى موجوده هنا دي، دايما هتلاقوا في نقط كتير، يعني دي معناها للفلوس الكتير، او اللي هو يعني بردتا كتير يعني، او بيكون لما يكون في كتير قوي الدنيا هايصه يعني، فتستعملوا دي. لما تشوفوا النقط دي معناها ان دي لما يكون في حاجات كتيره، في حاجات غزيره بتنزل يعني. في الثانيه لو انتوا لاحظتوا، بصوا لو انتوا لاحظتوا هنا تحت دايما هتلاقوا النقط دي. النقط دي معناها يعني اللي هو ايه، لا كتير قوي ولا قليل قوي، فتاخدوا بالكم من النقط دي، معناها انها تقدر تستحمل لحد الكم ده، مش مليان لحد اخر النقط. لو انتوا لاحظتوا دايما بصوا النقط فيه، وكمان اقل من كده فيه يبقوا 3 بس، معناها لما يكون البيرديتا بسيطه مش كتيره. فدي من ضمن الحاجات اللي هتساعدكم تعرفوا انهي نوع مناسب ليكي. ثانيا هم هنا هتلاقي موجود كل الانواع بتاعه اللينس موجوده هنا، وانت بتختاري منها اللي يناسب ظروفك واللي يناسب احتياجاتك. تمام، فكده دي بتاعت بالليل عشان بتبقى كبيره، ودي بتاعت بالنهار. وقلنا دي على طول دايما بتبقى موجوده اللي هي السالفا سليب. البيدي الصبح وبالليل زي ما قلنا بنفس المنتجات ديت، او اي منتجات تانية انت مستريحه عليها. اهم حاجه ان انت تهمي المنطقه دي، واللي يسرع على بنتك نفس الحكايه يسرع عليكي. تنظيف كويس المنطقه دي، تتنشف كويس بفوطه قطن، والسليب يكون قطن، يفضل 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 يكون قطن. طيب في حاله لما بيحصل مثلا احتكاكات وحاجات زي كده، لما انت بتلبسي حاجه مش قطن بيحصل احتكاكات. الاحتكاكات دي ما بين الافخاذ هي دي اللي بتعمل سواد. ليه؟ لان المنطقه مش ناشفه، فيها عرق، فيها بكتيريا، وهي ده اللي بتعمل السواد ما بين الفخاد. مش شرط يكون، مش موضوع قله نظافه، بس نورمالي احنا ما بنمشي بنعرق، الافخاذ بتحتك في بعض، فطبيعي انها يحصل التسلخات او حاجه زي كده. دايما المنطقه دي تتنظف وتحط فيها مثلا بودره تلك، او في كريمات معينه ممكن تتحط زي الكريمات اللي بتتحط للاطفال زي البيبي جيلا وزي الفيسان وزي اللي هي الباستا البيضه دي اللي بتحط البيبي لما بتغيروا له البامبرز، دي ممكن تستعملوها.
فبتساعد جدا ان الالتهابات دي تخف. وغير كده لما بيكون بقى المنطقه دي سمرة شويه، في جبت لكم طريقه حلوه جدا، وهي في جل مبيض وكريم كمان تبييض للمنطقه الخاصه، خلينا نقول الخاصه مش الحساسه. فلو انتوا حابين انا المره الجايه ان شاء الله هعمله واوريه لكم لتبييض الاماكن الخاصه، علشان تبقى منطقه نظيفه والجلد فيها زي بقيه الجلد، ما يكونش غامق شويه. فهوريها لكم، وكلها منتجات موجوده في البيت على فكره، وسهل انك تعمليها، مش هتقدري تشتري حاجه من بره، وحاجه موجوده في بيتك. فلو انتوا حابين ان شاء الله تابعوني الفيديو الجاي، وهوريكم الوصفه دي وهتعجبكم جدا، وانا متاكده ان انتوا هتنبسطوا بيها، وخصوصا انها مش حاجه مكلفه، حاجه تقدروا تعملوها في البيت. ده كان اهم حاجه كنت عايزه اكلمكم فيها النهارده. يا ريت تاخدوا بالكم من الموضوع ده للبنات الصغيرين، يا ريت يا ريت يا ريت تبداوا معاهم من هم صغيرين، من قبل حتى البلوغ. بالنسبه للنظافه الشخصيه، تغيير سليب مره ومرتين في اليوم، لازم تحط الحفاضات. اول ما البنت تبتدي تبلغ لازم تحط الحفاضات الصغيره، وانت كست كبيره تقدري تستعملي الكبيره دي، هتوفر عليكي كتير قوي على فكره، والسليب بتاعك يبقى دايما نظيف، مفيش اي ريحه مش حلوه، وخصوصا ان احنا داخلين على الصيف ولازم ناخد بالنا من الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. استعملوا اي ماركه انتم بتحبوها، مش هفرض عليكم ماركه معينه، بس انا اوريكم انضف الانواع اللي ممكن تجيبوها، سواء لو ماركه يعني معروفه، او اللي هو ماركه الليدل اللي هي اي سوبر ماركت موجود هنا في ايطاليا الناس عارفينه، او اي سوبر ماركت تاني. المهم لازم تكون في حمامك الفوط دي عشان هتستخدميها بشكل يومي. وفي شنطتك لازم لازم دايما خلي معاكي دي كمان، مش مع بنتك بس، زي ما بيقولوا طالما نصيصه معي اللي ممكن يحصل بره يعني. فخلي الحاجات دي معاكي، وخدي بالك من نفسك. ممكن كمان تخلي معاكي سالفيتيني. في سالفيتيني اللي هي المناديل المبلله للمنطقه الخاصه بالذات، بتتباع بره على فكره من نفس الماركه كمان بتاعه كيلي، انا شفتهم حاجات كده صغننه زي باكلوا مناديل صغيره. لو انت في اي مكان بره واضطريتي تخشي الحمام، او مثلا ما تلاقيتيش مناديل ولا حاجه، لازم تبقى معاكي في شنطتك عشان تنضفي بيها، وتبقى معاكي عشان على الاقل لحد ما تروحي البيت وتعملي البدايه. فممكن تخلوها معاكم في شنطتكم من اي ماركه على فكره، بس اهم حاجه تكون من نفس الماركه اللي بتستعملوها، يا اما حاجه انتوا واثقين انها مش هتضركم يعني. تمام. بس كده كان هو ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب اكون فدتكم بمعلومه. ويا ريت يا ريت يا ريت خدوا بالكم ان احنا دلوقتي داخلين على فتره الصيف، وفصل الصيف دايما حر وزهق وكده، وبيبقى مجال جميل جدا لنمو الفطريات والعرق وكده. فناخد بالنا ان دايما نشطف الاماكن اللي هي ممكن يبقى فيها عرق، زي الاماكن دي، زي مثلا المنطقه الخاصه، زي ما بين الفخاد، الرجلين كمان، بين الصوابع دايما ننظف، لان دي مكان لنمو الفطريات. فهنبتدي شويه شويه، ممكن ناخد مواضيع انا قبل كده قلت لكم على بالنسبه للنظافه بالرجل، وايه المنتجات او الادوات اللي ممكن تستعمليها علشان تنظفي رجليكي كويس، وتخلي رجليكي شكلها حلو، عشان احنا داخلين على الصيف هنلبس صنادل، هنلبس شباشب او حاجات مفتوحه، فعشان يبقى شكل الرجل كويس ونظيف. ودلوقتي المنطقه الحساسه او الخاصه زي ما انا بقول، مش بسميها حساسه، احنا كل جسمنا حساس، بشرتك حساسه، ايدك حساسه، كل حته في جسمك حساسه، فلازم نهتم بيها. ولكن المنطقه دي بالذات بيبقى عايزه عنايه خاصه. فخلاص هو ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون استفدتوا منه بحاجه. وما تنسوش لو في اي تعليق او اي حاجه اكتبوا لي، لو في اي حاجه عايزين تستفسروا عنها انا هحاول افيدكم بيها في حدود معرفتي اكيد طبعا، ولا انا اعرفه. واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، هقدم لكم الوصفه اللي انت ممكن تستعملوها لتبييض الاماكن الخاصه والعنايه بيها بمنتجات من البيت. فاستنوني الفيديو الجاي. اسيبكم في رعايه الله. النهارده الجمعه، ما تنسوش ان شاء الله تحطوا صورة الكهف في البيت، البخور، هووا البيوت، اهتموا بنفسكم واهتموا ببناتكم وعلموهم ده من صغرهم عشان هيستفادوا بيها جدا. وانت كمان لو في حاجه ما كنتيش تعرفيها في الفيديو ده، يا ريت تعملي لايك وتساعديني ان انت استفدتي من الفيديو. ويا رب كل اللي انا عملته يعجبكم النهارده. لو في اي حاجه اكيد تعرفوني تكتبوا لي في الكومنتات. الزقائق اللي عندي على الفيسبوك، انا عندي الاكونت فيسبوك هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس. ولو في اي استفسارات ولا حاجه انا تحت امركم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله، وخدوا بالكم من نفسكم. سلام.